السواقة في مصر بقت حاجة صعبة. يعني أنا عايز بس أعرفكم حاجة. تلاقي الواحد فيهم ماشي بطريقة غريبة. يعني تلاقي الواحد فيهم ماشي بطريقة غريبة، تلاقي الواحد بيسوق بطريقة غريبة. ماشي والدنيا بيس خالص، ولا إشارات ولا مرايات. ليه؟ سيادته عشان هو بيستخدم التليفون المحمول. طبعا هو مدي حرف الدي، والعربية ماشية اوتوماتيك والدنيا جميلة، وماسك الطارة بإيده اليمين وماسك التليفون بإيده الشمال، فبيتصفح في الفيسبوك وبيتشيت وبيكتب وبيراسل، والدنيا زبادي خلاط معاه. والدنيا زبادي خلاط معاه. انا طبعا بصور لكم وانا ماشي، انا رايح شغل وماشي جوه كومباوند. طبعا انا لابس السماعه بتاعت البلوتوث، على اساس برضه ايه لو حد اتصل بيا هرد والتليفون ايه مرفعش التليفون. بصور وانا ماشي على سرعه 10، انا ماشي جوه كومباوند فاضي خالص مفيهوش اي حد. انا بصور وانا ماشي على اساس انا بشرح لكم حاجه عن السواقه، فلازم عشان اديكم خلفيه ان انا بتكلم عن السواقه، فانا بصور وانا ماشي عشان محدش يرجع يقول لي انت بتصور وانت ماشي وعمال تعيب على الناس اللي هي بتتكلم في التليفون او اللي هي بتكتب على التليفون ومش مركزه. لا، انا بصور وانا ماشي عشان انا بصور موضوع يخص السواقه، وماشي بسرعه 10 كيلو او 15 كيلو، وماشي في كومباوند فاضي خالص مفيش غيري انا. حتى حضراتكم مش هتسمعوا صوت عربيات دلوقتي حتى جايه ولا اي حاجه، على اساس ان انا ايه، ان انا ماشي لوحدي خالص. وفين وفين لما بتعدي من جنب عربيه بقف عادي وبعديها، وبعد كده بكمل تصوير. خدت بال حضراتكم؟ وادي الموضوع ان الناس بتمشي ولا اشارات ولا مرايات ولا اي بتنجان يحدف عليك شمال ويمين، وهو اصلا مش شايفك. هو اصلا مش شايفك، هو عينه في التليفون، مع ان العربيات الحديثه فيها حساسات وفيها كل حاجه وبتديك الارم على كل حاجه، والدنيا جميله والموضوع كله مظبوط. منتهى الامكانيات الحديثه نازله في العربيات. وفي عربيات فيها سائق آلي، انا من رايي يخلي السائق الآلي هو اللي يسوق وانت تسوق فيها بقى. تقعد بقى براحتك تسوق فيها، تقعد في الكرسي التاني او تقعد على على الطاره، ولا بلاش تقعد على الطاره عشان تعاكس السائق الآلي وتخليه يغلط، لان السائق الآلي بيبقى الطاره بتتحرك. فاقعد انت والنبي على الكرسي التاني، وادخل براحتك على على الفيسبوك، وادخل براحتك على اي حاجه، وما توجعش قلبنا وتقعد تحدف على الناس شمال ويمين. تمام؟ لان الموضوع اصبح مستفز قوي. الموضوع اصبح مستفز، يعني انت ممكن تعمل بلوى. واغلبيه الحوادث اللي بتحصل من الناس ايه الرفاهيه اللي انتوا فيها دي؟ من كتر الرفاهيه عاوزه العربيه تمشي لوحدها. طب يا عم هات العربيه مسائق آلي واقعد انت نام في الكرسي التاني براحتك واخرب الدنيا، وسيب الناس بقى في حالها. ده انتوا قرفتونا بصراحه ربنا يعني. والناس تيجي من بره تقعد تقول لك ايه السواقه اللي في مصر دي؟ ما فعلا بره، انت بره لو تخطيت حاره عن حاره، حاره ممنوع التخطي وانت تخطيتها، لو حاره انت تخطيتها فانت كده سيادتك هتدفع مخالفه جامده. فعشان كده هنا الدنيا ماشيه سبهلله، مش من الطرق ولا من القوانين، سبهلله من المواطن. السيد وبالذات السيدات يا جماعه، السيدات بيعملوا حاجات غريبه قوي. برضه تبص تلاقي الواحده ماشيه ودب بتروح حكه العربيه في حاجه، يا اما تقف مره واحده قدامك، يا اما تطلع من الشارع على غفله فجاه وتروح ايه راميه نص العربيه في الشارع. يجي واحد بتاع توك توك يروح خبط لها الاكسدام، وتصوت والدنيا تخرب وال... وتبقى مسرحيه بقى، ومحدش عارف يغلطها. هي صح، هي تمشي زي ما هي عايزه، بس انت تقف تستناها، تقف تستنى لما تشوف هي هتعمل ايه، وبعد كده تبقى انت غلطان. انت غلطان وتستاهل، انت ما تسوقش اصلا، انت اللي تقعد في البيت وهي اللي تسوق. ده مره واحده دخلت جوه الكافيه، شالت الكراسي وطيرت الراجل بالشيشه وهو قاعد جوه الكافيه، وفي الاخر بتقول له انت قاعد في السكه ليه؟
انت ايه اللي مقعدك في الطريق؟ انت المفروض تقعد في الحمام، مش تقعد تقعد على الكرسي في الكافيه. المفروض تاخد الشيشه وتقعد في الحمام، عشان انت كده قاعد في الطريق.